بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الحلقه الرابعه في موضوع التراكميه في التاريخ. طبعا انا شرحت بوضوح موضوع انجلترا، لانه موضوع مهم جدا. لان انجلترا وامريكا هم اللي بيسيطروا على العالم، فلازم نفهم ازاي هم وصلوا لكده. وانا شرحت لك دلوقتي ان اسبانيا هي السبب بطريقه غير مباشره، ما تقصدش طبعا، بس عمليه تراكميه. انا كلمتك عن الجريمه في امريكا، اختفت فجاه. يعني امريكا كانت بتعاني من الجريمه، بقت دوله داخل الدوله. مافيا دي كانت 5 دول داخل جوه امريكا، فتم القضاء على الغلو ده ازاي؟ الشرطه عملت مجهود والكونجرس وكل الكلام ده، بس الاساس ان صناعه الجريمه اندثرت في امريكا او انهارت، لان ما بقاش فيه عمال جريمه. العامل البشري بتاع الجريمه كان المصدر بتاعه الاطفال غير الشرعيين. اباحه الاجهاض قضت على هذا العنصر، لان كان هم الاطفال الغير الشرعيين دول هم دول عمال الجريمه. فلما انت قضيت على الحكايه دي، على اباحه الاجهاض، قلت جدا حكايه الاطفال الغير الشرعيين دي، وبالتالي صناعه الجريمه لم تعد تجد عماله. انت كده قضيت على صناعه الجريمه في امريكا. زي الحركه العلميه في مصر، لما انت قضيت عليها بسبب الهجره الى الخليج. افضل العناصر نزيف، في نزيف في مصر. في ناس عالم اجتماع زي عمار علي حسن يقول لك التعليم يجب ان يكون المشروع القومي، يجب ان الدوله تنفق اكتر على التعليم، تنفق اكتر على التعليم. فانا رديت عليه قلت له يا استاذ، انت راجل دكتور في الجامعه، هم مخرجات التعليم المصري بتروح فين؟ النخبه من مخرجات التعليم، طب، هندسه، استاذ الجامعات بيروح على الخليج. يبقى انا كل الفلوس بصرفها على التعليم في مصر، الخليج هو المستفيد منها. الخليج فلس مصر، سحب منها القشطه والكريمه، ضرب شفاطه، سحب الكريمه اللي هي العقول القويه والذكيه فيها، خدها ليه هو ليبني حضارته هناك، واحنا بننزل الى عصور الجهل. لذلك لابد ان الدوله تمنع سفر او تفرض ضرائب عاليه جدا على دول الخليج. تبقى المهندسين والاطباء والصيادله الجامعيين عموما، اساتذه الجامعات، لازم باتفاقيات زي زمان كانت الاعاره. زمان الدوله المصريه كانت بتعمل حاجه اسمها الاعاره، عقود الاعاره، ان الدوله الخليجيه بتعمل مع الدوله المصريه عقد اعاره مدرسين 4 سنين فقط لا غير. والدوله المصريه تقريبا كانت بتاخد جزء من الضرايب او حاجه زي كده. نرجع كده، يبقى انت عايز مهندسين، تتفق مع نقابه المهندسين، نقابه المهندسين تعمل لك اعاره مهندسين 4 سنين فقط، والدوله تاخد قد الراتب بتاع المهندس. لان انا علمت لك المهندس ده، انا استفدت ايه؟ انت خدت مني اللي بيشغلني، العامل اللي بيشغلني. لا، لازم انا ممكن اديلك 4 سنين، بس 4 سنين فقط، وتديله مرتب كويس جدا، مش تديله كلام فارغ 2000 ريال ولا 2500 ريال. لا يا حبيبي، اقل حاجه 15000 ريال للمهندس اذا كان عاجبك. مهندس طبيب 15000 ريال، استاذ جامعه 25000 ريال. عاجبك روح هات من انجلترا ب 50000 ريال، اجري. ولا عنك ما جبت؟ انت جاي تشترينا دلوقتي، جاي تشتري راس الحكمه وتشتري مش عارف ايه، بتشترينا بالفلوس بتاعتنا. ما انا الفلوس دي اللي عملها لك المهندسين بتوعنا والاطباء بتوعنا. هو من غير المهندسين والاطباء واساتذه الجامعات والمدرسين والبتاع كنت انت فكرت حلمت انك تشتري حته من مصر؟ طيب، خلصنا موضوع الجريمه وانجلترا، وهنتكلم عن حاجات سريعه كده لطيفه. يعني هي بيقول لك ان القطط، يعني في الحرب العالميه الثانيه من اسباب انتصار الانجليز في الحرب العالميه الثانيه القطط. ازاي؟ قال لك العوانس في انجلترا كانوا كتير. يعني العوانس في الريف، العوانس او المطلقات او كده او الحاجات دي، كانوا بيربوا قطط عشان يسلوهم. يعني كانت نسبه العنوسه عاليه في انجلترا، لان الانجليزي كان بيهاجر، يروح امريكا، يروح مش عارف ايه، فالنساء كترت قوي في انجلترا، فكان في نسبه عوانس كبيره جدا. العوانس دول بالذات في الريف كان بيبقى بتربي عشان تسلي نفسها قطط. القطط دي كترت جدا في الريف الانجليزي، فقضت على الفيران. فقضاءها على الفيران ده خلى الاراضي الفاضيه نتيجه الامطار تتملي عشب، بقت مراعي. الفيران كانت بتاكل الجذور وبتاكل بتاع، فبتقلل الانتاج. زياده العشب على مستوى انجلترا خلى الابقار الانجليزيه تلاقي اكل اكتر، فحجمها كبر اكتر، فاللحوم زادت اكتر، فقدروا ياكلوا الاساطيل الانجليزيه ويبعتوا لها لحوم اكتر. فقال لك انجلترا مدينه للعوانس بانتصارها في الحرب العالميه الثانيه. طيب، اتكلمنا عن الاجهاض، واتكلمنا عن انجلترا واسبانيا، وبرده في حاجه اللي هي
بحث انا قريته دلوقتي، ناس علماء احصاء او اقتصاد عملوا دراسه في امريكا، لقوا ان يعني بقى يسالوا مثلا رجل غني، يعني يقول له انت بتطلع صدقات؟ او لا. طب بتطلع قد ايه؟ طب طلعت اخر حاجه ايه من تاريخ ايه تقريبا، يعني بحث كده معاه يعني تطوعي، لان ده بحث علمي، هناك الناس بتتعاون على الابحاث العلميه. الناس ما بتخافش بقى لا من ضرايب ولا مش عارف ايه، المجتمع شفاف. فيقول له فلقوا حاجه، لقوا اولا ان الاغنياء اللي هم بيتبرعوا بيقول لك فلوسنا زادت، ثروتنا زادت. تخيل، لقوا كده في ارتباط بين كل ما زاد تبرعه كل ما فلوسه زادت اكتر. يعني اللي ما بيتبرعوش فلوسهم بتزيد، بس مش بس لو جبنا واحد زيه بالظبط هتلاقي اللي يعني اتنين ناس عندهم نفس المصنع، تلاقي اللي بيطلع الاعمال الخيريه ثروته زادت قوي وده زاد، بس كده بس الفرق بينهم كبير. اذا في رابط ما بين التبرع بالاعمال الخيريه الصدقات وبين زياده الثروه. طبعا ده القران قال كده، قال ان الحسنه 10 امثالها، فدي العلم اثبتها، دي حاجه يعني من الغرائب جدا. عايز برضو اتكلم عن ارجع لموضوع الخليج، واقول ان موضوع الخليج ده من اخطر ما يمكن يا اخوانا، وان احنا الخليج بيتسبب لمصر العصر احنا في عصور الظلام. في حاجه اسمها عصور الظلام. ايه عصور الظلام دي؟ عصور الظلام دي حصلت في اوروبا، ان المجتمع الاوروبي كان عنده ظلام، قبليه كان نور وبعدين نور، اذا حصل ظلام، النور قطع. طيب القطع ليه النور في اوروبا؟ ايوه قطع لان التركيبه السكانيه تغيرت للأسوأ. بدل ما كانوا ناس رومان واغريق وبتاع وناس مثقفين موجودين في كل مدن اوروبا، اللي هم كانوا اعضاء في الدوله الرومانيه. الدوله الرومانيه كانت دوله عظمى وكانت مثقفه، والتعليم ما دام دوله عظمى يبقى اذا التعليم فيها مهتمين بيه و ايه اللي حصل بقى في العصور الوسطى؟ ظهر جنس جديد اسمه الجنس الجرماني، اللي هم الناس اللي كانوا عايشين في جرمانيا اللي هي المانيا الحاليه. مش المان بس، الالمان احد الجرمن، يعني الجرمن دول مجموعه اجناس قبائل، احد القبائل اسمها المان، اللي هم الالمان يعني، اللي هي القبيله الرئيسيه. لكن في قبائل تانية خرجت من جرمانيا دي، زي الفرنجة اللي هم الفرنساويين، زي الانجل اللي هم الانجليز يعني اللي بقوا انجليز، والساكسون، زي القوط اللي هم بتوع اسبانيا، الجوت بتاع اسبانيا، زي اللومبارد، زي الفريزيان بتوع هولندا، وهكذا. الجيرمان دول كان ممنوع يعدوا خط الراين. الرومان كان لهم ما تخرجوش من خط الراين، من نهر الراين، ممنوع. عيشوا في جرمانيا في الشمال او في اسكندنافيا، ما تنزلوش اوروبا، كان مانعينهم لان هم قبائل بربريه وهمجيه ودمويه. لما الرومان ضعفوا دول بدأوا يتسللوا 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 لحد ما استوطنوا في غرب اوروبا كله وفي جزر البريطانيه، وكونوا الممالك الجرمانيه والامويه. القبائل دي بربريه، دمويه، لا اخلاقيه، جعانه، جشعه، يعني دمويه. ف لما يعني بقى هم الاغلبيه في دول اوروبا، نشروا الظلام. خلاص المثقفين، ايه القرف ده، ايه الناس دي زي عندنا. انت دلوقتي تلاقي الناس اللي معاهم فلوس بيروحوا فين؟ بيروحوا التجمع الخامس، مش عارف ايه كلام، شهرة ايه ومش عارف ايه. لا. دايما المتميزين بيحبوا يروحوا في اماكن خاصه بيهم. فالمتعلمين والمثقفين في اوروبا سابوا اوروبا خالص وراحوا على القسطنطينيه، راحوا على اماكن تانية. فبقت الغالبيه العظمى من سكان اوروبا الغربيه من الجيرمان الجهله البربريين الدمويين. فبقى هي دي عصور الظلام. احنا دلوقتي بنتعرض في مصر لحاجه زي كده على سكيلز اقل شويه، لكن ان انت يحصل لك نزح بصفه مستمره لكل المتعلمين لكل المثقفين الى الخليج والى اوروبا والى الغرب، ده معناها ان المجتمع المصري بينحدر نحو الظلام، لان افضل عناصره ربنا مدي نسبه ذكاء لكل شعب. احنا الاذكياء بتوعنا نسبه كبيره منهم بتروح للخليج، فهم بيزدادوا تطور وهم بيشتروا ارضنا حته حته، واحنا بنزداد تخلف وبنبيع ارضنا حته حته. بص دراسه الحكمه دي على هذا الاساس. هم تقدموا، الفلوس لوحدها ما تعملش تقدم، لكن العلم والخبره والذكاء المصري اللي جابوه عندهم هو اللي اداهم الحاله اللي خلتهم يجوا يشتروا مصر.
يعني احنا ساعدناهم ان يشتروا مصر.